السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الخير والورد والياسمين، ربنا يجعل أيامكم كلها خير وبركة. ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويجعل سعادة الدنيا والآخرة بين إيديكم وتحت رجليكم. قولوا أمين اللهم أمين. روتين جديد في يوم جديد، كله نشاط وطاقة إيجابية جميلة جدا كده بإذن الله تعالى. النهاردة روتيننا نشاط جامد جدا، مش هنخرج من المطبخ غير لما نعمل فطار غدانا كل حاجة بإذن الله تعالى، نظبط المطبخ ونطلع بإذن الله. اول حاجه بداتها كده بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا حبايب قلبي، ايه دوت؟ انا عندي الاطباق دي، على فكره الاطباق دي بورسلين، جايباها من زمان جدا جدا ومحافظه عليها. بصوا زي نور عيني كده، اللي هو انتوا عارفين طبعا الاطباق دي غاليه جدا، فاللي هو محافظه عليها جامد جدا. فقلت والله ما ابخل عليكم بيها ابدا، زي ما قلت لكم بحب اعمل لكم كده كل حاجه قدام عينيكم كده تكون جميله، الحاجه تكون حلوه قدامكم باذن الله. بصوا بقى، اول حاجه بدات بيها هي فطاري. الفطار عباره عن ايه؟ بيض كده زي ما انتم شايفين، وطبق فول كده جميل كده من اللي انا مفرزاه في الفريزر، وحبايب قلبي كمان جبنه كده قديمه، مشتريها من واحده يعني موثوق منها وكده، وكمان ولانشون. بس كده فطرنا باذن الله تعالى. بحط ايه كده على الفلفل، اسفه، على الفول بحط حباب قلبي. كان عندي دقه جميله جدا، طماطم مع فلفل مع توم وكده، حطيتها شوحتها شويه كده، وحطيت ايه، نزلت عليها بالفول. والبيض كمان عملته وحطيت عليه فلفل اسود وكمان، مش اكتر من كده، ولا بحط ملح ولا اي حاجه. تمام. صراحة البيض لما بتحط عليه ملح بيبقى ممشش قوي، فما بيبقاش طعمه حلو. لا، هو لو حطيتي فلفل اسود وكمون بس، انا حاطه يعني على الكمون نسبة ملح يعني، وانا بصحنه كده بحط عليه نسبة من الملح، فبالتالي ما بيحتاجش ملح خالص. وكده فطرنا بقى وشربنا شاي وكل حاجة، وبدأت ايه ادخل كده على السريع، اللي هو بقى ايه، عايزين نعمل غدا حلو كده جميل. نظبط كده اليوم الخميس والجمعه، يعني ايه، حاولي على قد ما تقدري ان هو روتين يوم الاربع دوت بتظبطي ليوم الجمعه ليوم الخميس. تخلي بيتك نظيف، حياتك ودنيتك كده جميله، ما تخليش حد يدخل من بره يعدل عليكي او يقول لك الدنيا مكركبه عندك. ما تخليش اي واحده، ما تخليش واحده مثلا ملهاش اي لازمه صراحه، يعني اللي هو بتبقى في ناس كده سبحان الله يعني متشخصين كده، اللي هو يدخلوا يعدلوا على خلق الله، بيبقى بيوتهم معفنه وبيوتهم استغفر الله العظيم يا ربي، وفي اتساخات وكل حاجه، بس عندهم حاجه كده اللي هو عايزين يبينوا ان هم عندهم ميزه مختلفه عن الاخرين، اللي هو بيدخلوا كده يبهدلوا في يقولوا لك ايه ده، ايه البهدله دي، انت سايبه البيت بتاعك وصل للدرجه دي ازاي وصلتي للمرحله دي؟ لا، ما تخليش حد يعدل عليكي تماما، خلي بيتك دايما نظيف، ريحته حلوه، خلي دايما معطرات، معطر هدوم، كل حاجه. الحاجات دي بتدي بيتك ريحه جميله وبتديكي طاقه ايجابيه حلوه جدا. فحاولي على قد ما تقدري بننظم بيتنا وننظم حياتنا وننظم كل حياتنا، احنا ما وراناش حاجه يعني. لما تقعدي في بيتك وتعملي كل حاجه في بيتك وتظبطي الدنيا احسن من القيل والقال. بصوا بقى، غدانا النهارده عباره عن سمك، زي ما انتم شايفين كده، عندي اللي هو البولت الصغير دوت، وعندي كده ايه حبايب قلبي كمان جايبه سفردية، وكان واحده بس مكاريل. فقلت هعمل لهم كده ايه مع بعض، جمعت يعني شويه من هنا على شويه من هنا على شويه من هنا، وقلت ايه نعمل بيهم ايه اكله جميله وغدوه حلوه كده. تعالوا مع بعض كده. جبت ايه الكبه، وحطيت في الكبه الثوم وفلفل وجزر. الجزر دوت كان عندي في الفريزر، ما عنديش جزر، اللي هو بقى خلاص احنا في اخر الشهر، واللي هو عايزين بقى ايه اخر 10 ايام في الشهر واخر اسبوع، انتوا عارفين انا بتسوق واعرض لكم الحاجه. فطبعا اللي هو بقى ايه في الاواخر، يعني الحاجات اللي ايه في الاواخر. حطيت الفلفل، فلفل احمر فلفل اخضر، وحطيت طماطم وحطيت بصلايه، حطيت كمان عصر ليمون، وحطيت خل. وهنحط ايه بعد ما غطيت كده نسيت حاجه مهمه جدا. بصوا بقى، الخلطه دي انا عاملاها كده للسمك المشوي، حاطه اي سمك عموما يعني لتتبيله السمك، حاطه الفلفل الاحمر، وحاطه معاه كزبره بقى وملح وشطه والحاجات دي، وده كمان برضو نفس القصه، عاملاه برضو خلطه حلوه جدا. فقلت بقى ايه نحط منه كده ايه حته كده محترمه، فحطيتهم كده، حطهم في الفريزر. يعني بصوا تفريز الفلفل دوت اقسم بالله يا بنات انجاز، ويعني حاجات كتيره جدا بتبقى منجزه جدا. بتلاقي نفسك في يوم كده مكسله عن الاكل والطبخ والحوارات دي، طيب لما بتلاقي كل حاجه تحت ايدك في الفريزر، اللي هو في يوم مش قادره تعملي وجسمك متعمد وحاسه بكسل كده وعجز، فربنا يكفيكم يا رب شر الكسل يا رب اللهم امين، ويبعد عنكم يا رب هموم الدنيا والاخره اللهم امين يا رب العالمين. فبتعملي ايه، بيبقى عندك كل حاجه في الانجاز بقى، بتخرجي كل حاجه، ارمي كل حاجه فوق بعض، خلاص انت طبختي لاولادك وقضيتي يوم حلو، وما عملتيش برضو ايه اللي هو ما اهملتيهمش يعني.
عملت كده الدقه بتاعتنا الجميله القمر، حطيت الملح، حطيت الفلفل الاسود، حطيت كمون، حطيت كزبره، وحطيت توابل سمك بتجيبها من عند العطار، حاجه كده تطعم لك السمك. المهم دوقي الدقه دي كده بطرف ايدك كده وشوفيها الحدق بتاعها مناسب ليكي ولاولادك تمام، بتكملي اليوم. طيب بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، انا كنت هسيب السمكه دي متقفله فروحت فتحها كده عشان تكون ايه مميزه عنهم يعني. حشيتها كده وحشيت كل السمك بتاعي كده بالتتبيله الحلوه الجميله القمر كده. طيب احنا عايزين نشوي السمك الصغير دوت. طيب انا هشوي فين؟ لو مثلا انت محتاره بالسوق اللي هو اخر الشهر برضو مفيش زيت مفيش اي حاجه، طيب انا عايزه اسلك نفسي وعايزه اسلك دنيتي، طيب اللي هو بعمل ايه؟ خلاص دخلنا الصينيه دي، حطينا عليها عندي شويه زيت زيتون كده بس زي ما انتم شايفين كان باقي يعني شويه في الازازه اتكسرت، فحطيتهم في ايه في العلب البلاستيك دي. بتنفعني جدا والله العلب، واي حاجه صراحه بتنفع في البيت. المهم فروحت جايه حاطه زيت الزيتون على السمك ورفعته كده على النار، قلت احطه على وش البوتاجاز كده من فوق وبعد كده ندخله الفرن. بصوا بقى نحطه يعني تحت الشوايه يستوي كويس يعني، ونحطه تحت الشوايه. في الوقت دوت بقى حطيت كده الحله على النار وقلت ايه نعمل ايه رز عسل كده، شويه رز كده مسكره جميله، بس اول مره على فكره اعمل الطريقه دي فحبيت يعني انوع بس مش اكتر من كده. لكن مش الطريقه دي اللي انا معتمدها تماما، بس والله برضو طلعت حلوه وجميله وطعمها حلو يعني. المهم حطيت كده البصل حبيب قلبي، جبت 3 بصلات كده محترمين وحطيت ايه الزيت بتاعنا ونبدا نحمر البصل تحميره كده كويسه، وننزل عليها بالتوابل وننزل عليها بالرز وبعد كده ننزل بالميه. يعني المهم اهم حاجه انت عايزه تطعمي الاكل بتاعك، اهم حاجه الخلطات، كل حاجه تختاري لها حاجه معينه وتمشي بيها على طول، فدي دايما بتخلي لك الاكل طعمه مميز. بصوا بقى حطيت الصينيه كده في الفرن تتحمر كده من فوق يعني، وبعد كده حبيب قلبي حطيت الصاج دوت عندي بقى الايه اللي هو التاكل خالص. بصوا شايفين زي ما انتم شايفينه كده، بس بينفعني بصراحه في الزنقات اللي هو عايزه اشوي سمك ولا كده. انت ممكن تولعي عيون البوتاجاز الاتنين، يعني هو ممكن ايه تفرديه على العينين يعني وتشوي السمك بتاعك في ثانيه. بس ملحوظه مهمه جدا اللي هو اوعي تحطي السمك بتاعك على الصاج وهو لسه بارد، لازم الصاج دوت بصوا شايفين انتوا شايفين البخار بيطلع ازاي، لازم يكون سخن كده ملهلب، اللي هو ما تستحمليش ان انت تلمسيه بصبعك، يعني حاجه يعني سخنه جدا. فالمهم بتروحي جايه نازله بالسمك على طول علشان خاطر ما يلزقش معاكي ويمسك في الصاج ويتبهدل منك. لا احنا عايزين كده كل حاجه هتمشي كده ايه بحاجه حلوه كده بسيطه. فبصوا بقى يا حباب قلبي ما تعترضيش على اي حاجه، ما تقوليش بقى انا نفسي اشوي سمك ومش عارفه اشوي فين واروح فين واجي منين. والله اي حاجه عندك لو بصي اقول لك ايه. بصوا بقى حباب قلبي انا كده خلصت كده السمك بتاعي قلت اعمله، والدقه دي بقى ايه اخدت من الدقه اللي انا عاملاها وزودتها ميه وزودتها ملح. لازم السمك المشوي دوت يكون الحدق بتاعه يعني يكون مملح شويه، لان بيبقى طعمه حلو صراحه لما بتزودي الملح بتاعه. فدي حاجه حلوه جدا جدا في السمك المشوي، خدها كده معلومه، ما تخليش مثلا السمك التاني اللي انت دخلتيه الفرن غير السمك دوت، لا السمك المشوي ده بالذات لازم تكتري له الملح في الدقه علشان خاطر يبقى طعمه حلو كده ومميز. بس كده هنشوي السمك بدأ يستوي في الفرن، فقلت استغل في الفرن في الوقت دوت يا جماعه على فكره. وقلت بقى بما ان بكره الخميس وبعد الجمعه، فطبعا يوم الخميس والجمعه دول بتحسيهم كده ايام مميزه. بصوا الدقه التانية دي انا وريتها لكم، اخدت منها كده على الايه على البصل دوت، ادت لي برده ايه طعم حلو. ونزلت كده بالرز وهقلب تقلبتين مع مكعب مرقه ماجي اسفه، وبعد كده تنزلي بالميه. بصي بقى عايزه اقول لك ايه بقى، نرجع بقى لمرجوعنا اللي هو يوم الايه الخميس والجمعه. بص بقى حباب قلبي انا قلت استغل الفرن، بما ان انا مولعه الفرن لازم استغله بصينيه كيكه، باي حاجه حلوه، جلاش، اي حاجه. بصي اي حاجه موجوده عندك كده استغلي الفرن كده وحاولي على قد ما تقدر. انا كل لما اولع الفرن كده تيجي حاجه هفه كده في دماغي اللي هو لا انا لازم اعمل حاجه كده ايه، بما ان الفرن سخن كده وحامي، لا نستغل الفرصه ونبدا ايه نعمل فيه حاجه. فالمهم عملت ايه يا حباب قلبي، حطيت فيه كده ايه صينيه سوداني جميله كده. قلت نحمر سوداني بقى، نحمص السوداني ونجهزه بحيث ان احنا يوم الخميس والجمعه يبقى يوم حلو كده. لا نص كيلو سوداني، كيلو الموجود عندك. انا كان عندي شويه صغيره صراحه فقلت نحمصهم كده على السريع واحنا ايه مولعين الفرن كده. المهم عملت الرز كده ونزلت عليه بالميه كده تمام. الرز بتاعي خلاص، السمك باقي خلاص حاجات بسيطه اهو خلاص، وهنطفي النار. وبعد كده السمك برضو اللي في البوتاجاز بدا يتحمر معايا وهنحطه هنغرف اكلنا على طول.
فاحنا بنستعد اليوم الخميس ويوم الجمعه دول يعني يوم يعني ايام مميزه كده، اللي هو الخميس والجمعه دوت طبعا بيبقى اجازه مثلا اولادنا، زيجاننا، بناتنا، كل افراد العيله، يعني بيبقى كلهم ايه يوم ده اجازه. فلازم الخميس والجمعه دوت يبقى يومين يعني لذاذ كده مميزين، نعمل فيهم اكله حلوه، ضحكه حلوه، ابتسامه حلوه، حاجه حلوه كده زيكم. فنحاول على قد ما نقدر كده ان احنا نظبط ايامنا الجميله القمر دي. فنعمل ايه بقى؟ نعمل ترابط اسري، نحاول ان احنا نلم بعض كده ونقعد مع بعضينا، نحكي ونتحاكى ونجيب اسرارنا واسرار اخواتنا واسرار حياتنا وكل حاجه مع بعضينا كده، اللي هو ايه اللي تعبك، ايه اللي تعبني، ايه اللي خانقك، ايه اللي خانقني. نجيب ايه حكايات جميله كده من واحنا صغيرين نحكيها لاولادنا، حكايه انا حصل لي كذا وما اعرفش ايه. بس نحاول على قد ما نقدر ما نجيبش الحاجات السلبيه، يعني عايزين نجيب الحاجات الإيجابية بس اللي حصلت في حياتنا. لا والله ده كان يوم مميز، كان يوم جميل، ده كان بيحصل لي كذا، ده كنت بعمل كذا، وانا في الدراسة كان بيحصل لي 1 2 3. الحاجات المميزة الجميلة اللي احنا نحكيها مع أولادنا، بحيث ان احنا نخرجهم من مود الطاقة السلبية لطاقة إيجابية جميلة. وانتوا عارفين خلاص بقى المدارس داخلة على الأبواب، وعايزين على قد ما نقدر بقى ايه نظبط أيامنا وحياتنا اليومين دول. حاولي على قد ما تقدري، لان الايام كده بتجري بيكي بسهوله. فحاولي برضو، مش معنى كده ان انا بقولك ان انت تهلكي نفسك وتهلكي صحتك وايه واولادك حواليكي، لا، بل بالعكس. امسكي حاجه حاجه كده على قد ما تقدري، كل يوم حاجه. يعني مثلا زي ما انا نظمت الورق كده وعملته لكم، بس للاسف حاسه كده ان مش حد عاجبه النظام دوت. والله بس النظام حلو جدا على فكره، انا بمشي بيه برضو لسه. بس لو حابين ان انا يعني لسه ان انا اكرر معاكم الموضوع، ماشي. هو الورق لسه في العلبه زي ما هي، وكل يوم بنتش ورقه وبعمل حاجه على قدي. فالمهم تيجي علينا بقى الدراسة، نكون متظبطين كده ومتهيئين نفسيا احنا واولادنا. نبدأ نجيب لهم، نشوف ايه اللي ناقصهم، الحاجة الضرورية اللي لازم نجيبها، الحاجة اللي لا ما ينفعش ان احنا نجيب دي النهاردة هنجيبها الشهر الجاي، لا، حاول تسلك نفسك بدي، وان شاء الله بإذن الله تعالى الشهر الجاي نجيب الحاجة اللي ناقصانا. يعني مش شرط ان انا لازم اجيب كل حاجتي كلها وادمر نفسي وادمر البيت والمسؤولية البيت علشان خاطر ان انا اروح اراضيهم واجيب لهم كل حاجة، يبقى انا كده ايه دمرت ميزانية البيت تماما. فلا، هنحاول على قد ما نقدر نراضي اولادنا ونراضي حياتنا ونراضي دنيتنا ونراضي بيوتنا. فعلى قد ما نقدر نحاول نظبط حياتنا ومسؤوليات بيتنا باذن الله. بصوا بقى، انا غسلت كده الايه، خلاص طبخت كده وخلصت، فقلت قبل لما نتغدى نحاول بقى على قد ما نقدر نغسل المواعين ونظبط الدنيا قبل ما نحط غدانا وكل حاجه. كان في عندي شويه بقى ايه، على فكره الحله دي كان فيها شويه لسان عصفور، والله يعني في واحد عندنا كده ما بتاكلش السمك، فقلت ايه سخنتهم على فكره وحطيتهم في طبق، علشان يعني مثلا لو عايزه تاكل. وعملت شويه رز ابيض صغيرين خالص كده، اللي هو رز حبه وحبه. فكان عندي بقى ايه اللي هو لسان العصفور والحله دي كده مكان حاجه تانية، وفضيتهم من التلاجة كده. وطول ما انتي واقفه في المطبخ، طول ما ايدك شغاله على طول في التلاجة، في البوتاجاز، في اي حاجه، في الحوض، في الرخام. يعني المهم ان انت بتسلي نفسك، يعني هي اعتبرها اكنها تسليه، اللي هو ايه الاكل على النار. طب انا سايبه الاكل على النار اهو وبسلي نفسي في المطبخ، اللي هو قلت بقى ايه نشطب المواعين ونشطب كل حاجه. وشايفين كده عايزه اعمل بقى ايه يعني تلميعه كده ونظافه حلوه للستانلس باذن الله. فهنعملها مع بعض. انا كنت كاتباها في الورق بقى، بس طبعا انتوا مش عاجباكم فكره الورق ولا كده، ولا نكمل ولا ايه؟ لو حابين ان انا اكمل الفكره نكملها عادي. فالمهم مسكت الستانلس كده. اهم حاجه بصوا الستانلس دوت لازم تغسليه بالسلك اللي هو بتاعنا، السلك بتاعنا العادي دوت، السلكه العاديه دي. فبجيبها كده وببدا امسك الستانلس صراحه، وبيلمع لي تلميعه جميله جدا. حاولي على قد ما تقدري تلمعي كده الدنيا وتظبطي المسائل كده، وتخلي ايه كده الستانلس بتاعك حلو. صراحه بنات جميل جدا ومنعش وجميل. وبصوا يعني تحسيه كده ايه يعني هو ما ينفعش غير السلكه. اما بقى الاسبونشه بقى دي ما تنفعش غير للتيفال والحاجات دي وكده. اللي هو مثلا تغسلي بقى الستانلس لما تكون مثلا ايه الستانلس بتاعك نضيف كويس. فلو عايزه تلمعيه تمسكي السلكه دي وتبداي تلمعيه كويس زي ما انتم شايفين كده. سبت السلكه ومسكت الاسبونشه وبدات اغسل بيها الحله الايه تيفال. وبكده ظبطنا الدنيا حوالينا. نخلص كده بقى وتعالوا بقى ايه نخرج صينيه السمك كده ونشوف السمك عمل ايه. وكمان السوداني، بصوا السوداني جايب اخر الدنيا، ريحته كده مفحفحه وموحوحه زي ما بيقولوا. بصوا حبايب قلبي السوداني، وادي السمك بتاعنا خرجناه كده من الفرن وكده.
ظبطنا كده يومنا وظبطنا المسائل وجهزنا ليوم الخميس وجهزنا ليوم الجمعه. ان شاء الله باذن الله تعالى ننزل لكم من روتينات تعجبكم جدا ان شاء الله، وانتظروا الروتين بكره. والترابط الاسري الجميل، ازاي بنترابط مع بعض كده وازاي بنقعد نتحكى مع بعض. بصوا شايفين السوداني شكله جميل جدا. بس كده تمام. تعالوا بقى ايه نحط الاكل بتاعنا، واحنا بنحط كده ندردش شويه، اللي هو بقى ايه يا حبايب قلبي، زي ما قلت لكم كده الترابط الاسري ده يا جماعه والله العظيم حاولي على قد ما تقدري ان انت تتناقشي مع اولادك وتتكلمي معاهم على قد ما تقدري. لو صغيرين يعني ما تقوليش ده طفل عنده سنتين، لا حاولي تتكلمي معاه، مش تتكلمي بقى معاه في المسؤوليات الكبيره، لا بل بالعكس كل واحد اديله على قد سنه. يعني مثلا السنتين دوت على قد سنه 5 سنين، على قد سنه 10 سنين. لو مثلا بقى ناضج بقى وكده اتكلمي معاه في المسؤوليات اللي هي الكبيره علشان خاطر يتحمل المسؤوليه ويقدر يشيل معاكي مسؤولياتك وكل حاجه. فبصوا بقى ايه، احنا كده عملنا الاكل بتاعنا كده زي ما انتم شايفين حبايب قلبي. ادي الرز الصياديه، وادي الرز حبه وحبه، وبكده هنحط بقى السمك المشوي. بصوا مش قادره اقول لكم يعني طعمه كده، مش قادره اقول لكم كده لذيذه حاجه كده فاخر من الاخر. وبكده حباب قلبي ادي السمك بتاعنا المشوي، وادي السمك المكاريل، وادي السمك التاني برضو حطيته في طبق تاني كده. وقلت ايه عشان يبقى ايه كل حاجه كده معروفه، اللي عايز ياكل من ده ياكل واللي عايز ياكل من ده ياكل. وعملت كمان شويه سلطه كده جميله، السلطه البلدي بتاعتنا القمر دي، وحطيت عليها شويه من الخل بسيطه جدا، يعني بصي يعني نقطتين كده من الخل مش اكتر من كده، ونص عصره ليمونه. وبكده خلصنا غدانا الجميل القمر. يا رب كده روتيننا كده يكون عجبكم النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى، يا رب ينول اعجابكم. ويلا بقى ايه ندخل من الاربع بقى، يعني نتقابل بقى في روتين الخميس ان شاء الله. وبكده حباب قلبي غدانا كده. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. مع الف سلامه، اشوف وشكم على خير.